بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعضينا كبدة كده ان شاء الله هتعجبكم، وهنعمل سجق. انا دلوقتي حطيت حتتين ليا، ده دهن ضاني، او احنا بنسميها اللية بتاعة الخروف. حطيت شريحتين كده اسيحهم شوية، لحد ما ينزلوا الدسم بتاعهم. اشوح فيهم بقى كده. خلي بالكوا اللية دي او الدهن الضاني ده سبحان الله بيدي للاكل طعم ممتاز، جميل 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 فعلا يعني. اهو نحط التوم بتاعنا، التوم احمرت معايا، مش قادره اقول لكم بقى بتبقى الريحه عامله ازاي، ريحه جياشه فعلا يعني. ابتدت اللي بتاعتي تسلي مع التوم اهي. خلي بالكم انا ما حطيتش لا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، هي بس حتتين الدهون اللي هي بتاعت الخروف دي. اهو تشوم بقى بمعلقه خل كده. خلي بالكم طشة الخل دي بتدي ريحة جميلة جدا، وفي نفس الوقت بتضيع زفارة اي حاجة انت بتعمليها، سوا كبدة سجق. بصوا حطيت قيمة معلقتين بس كده. انا كده اهو حطيت الكبدة بتاعتنا، تاكلي احلى كبدة اسكندراني. وحطيت فلفل حار اهو. عايزة تحطي فلفل رومي لو ما بتحبوش الشطة والحاجات الحارة براحتك. الخل ما بيغيرش من طعمها اي حاجة، بالعكس ده بيديها طعم ممتاز وجميل. انضف واحلى من كبدة الشارع دي اللي بتتباع. انت حاجة بقى ضمناها وغسلاها ونظافتها وكل حاجة، حتى بتدي لولادك حاجة وانت مطمنة منها ان انت اللي عاملاها بايديكي وعارفة نظافتها ازاي. مش قادرة اقول لكم بقى حتتين اللي دول اللي احنا حطيناهم دول عملوا طعم قد ايه جميل وممتاز للكبدة. دي احلى كبدة اسكندراني يا جماعة. نحط لها بقى الملح، فلفل الاسود بتاعنا اهو، ملح وفلفل اسود، شوية بهارات، شوية قرفة، التوابل الحلوة اللي انت بتحبيها. لو حابة تاكليها كده خلاص عادي، مش حابة تاكليها كده يعني وحاسة ان الكمية قليلة، ممكن تحط لها شوية قوطة مقطعة برضو زي تقطيع السلطة كده.
عشان تضاعف لك الكمية شوية. مثلا نقلها بقى على عين تانية كده مع نفسها على الهادي كده. ده نعمل السجق بتاعنا. هتعملي لولادك كبده وسجق احلى سندوتش. اهو انا حطيت، بصوا ما قطعتوش، لان هو لما بيستوي بيفكك من بعضه وبيفتح كمان. اديله تشويحه الاول كده عشان هو بينزل الدسم بتاعه، لان برضو مش عايزه احط له لا زيت ولا سمن. حطيت له برضو حتتين ليا صغيرين كده اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اقوم مقطعه شويه بصل شرايح حطيتهم عليها، والفلفل الحار بتاعنا لو عايزه تستبدليه بفلفل رومي وفلفل الوان اللي يريحك. هنا انا حطيت برضو للكبده قوطه مكعبات اهي صغيره اهو، عشان نزود الكميه شويه معانا. احط لها بقى قيمه نص كوبايه ميه علشان خاطر ايه القوطه بتاعتنا كمان تستوي. هنا حطينا برضو الفلفل وقوطه، هي تعتبر نفس طريقه الكبده، بس المختلف ان انا هنا في توم هنا في بصل. اهو كوبايه ميه هنا عشان القوطه بتاعتنا برضو تستوي والبصله كمان تستوي، ما تبقاش بتقرش كده ونيه. حطينا الميه اهي، بصوا زي ما قلت لكم اهو، بصوا فكك كله من بعضه ازاي من غير ما اقطعه ولا اي حاجه. والكبده بتاعتي نفس الكلام اهي. نعمل السندوتشات بتاعتنا بقى. عايزه بقى تحطي عليها طحينه، تحطي كاتشب، تحطي مايونيز، اللي يريحك تحطي. عايزه تاكليها ساده براحتك، بس احنا بندور، يعني انا بديكي فكره، انتوا كلكم شاطرين واحسن مني، بديكي فكره ان انت تعملي حاجات نظيفه في بيتك احسن ما تشتريها جاهزه من بره. وبتوفر، لان بره برضو الحاجه كلها غاليه، ومش هقولك انت جايباها رخيصه، لا برضو غاليه. بس انا بدور لك ان انت بتعملي كميه واولادك هياكلوا ويشبعوا، والف صحه وهنا يا رب. ادي عملنا كبده وعملنا سجق، واحلى كبده اسكندراني.